السلام عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ اليوم الفيديو غير. اليوم بدي افرجيكم انا البهارات اللي بشتريها بستعملها تقريبا للاكل عندي للطبيخ. نبدا اول اشي نقول لكم. طبعا انا جبت سميد خشن كيلو، كيسين كيلو. عندي سميد دائما بجيب الفرخة. عندنا تقريبا السميد المنيح بكون سميد الفرخة. جبته خشن عشان اعمل فيه الحلبة، البسبوسة، هاي الشغلات بنعمل بسميد الخشن. واحسن اشي سميد الفرخة. ليش؟ لانه باخد بمتص الزيوت، بمتص اي اشي بنستعمله. اما اللي بيبقى زي الذرة هذا التركي ما مش منيح للحلويات، يعني بنصحكمش فيه، بس هذا بنصحكم فيه. هلا هذا بستعمله. عندي له سطل، عندي علبة بحطه فيه، هو زي ما هو، ما بحب افرغه منه، بخليه زي ما هو. واللي بالكمية اللي بحتاجها انا هيك دائما بعملها، بستعمله بطوله منه. يعني كل ما يفضل عندي تقريبا، كل ما يخلص بروح وانا جايبه منه. شو رأيكم؟ اكيد انتو هيك بتعملوا زيي، انا تعلمت هيك. طبعا حبايبي بدي احكي لكم، هذا الفيديو اكيد غريب عجيب، يعني بتحسوه اني انا بدي افرجيكم البهارات والشغلات اللي اشتريتها للمطبخ. بدي اقول لكم انه تحط فضلا وليس امرا. يا ريت اللي بيحضر الفيديو بشوفني لاول مره يا ريت يشترك في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس، ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك. ويلا نكمل هلا مع بعض كمان. طبعا عندي انا هذا السطل، هاي العلبة. عندي ملء. شريت النشا، طبعا النشا ما بنستغني عنه، الكل بيعرفه. شريت النشا، بدي احطه في هدول العلب، بحطه. هلا بفرجيكم كمان ايش اشتريت اغراض. شريت في شغلات يعني بحتاجها بالشتاء كتير، بعدين بحط. خليني هلا افرجيكم انا ايش اشتريت. اشتريت الكاكاو هاد، بحب استعمله للكيك، لمهلبية الدنت، نعمل هيك مهلبية بالشوكولاتة، بحبه كتير استعمله. نوعيته هذه كتير منيحة. ما بعرف قديش هاي وزن، انه الكيلو ب3 دنانير و69. الكيلو ب3 دنانير و69، يعني هاي الكمية كلها عنا ب1.86 دينار، اكتر من نص كيلو تقريبا. كاكاو مكتوب كادبوري. شريت هذا الفول المجروش، اسمه فول مجروش. بتعملوه في ناس اللهم صل على سيدنا محمد، للفلافل بحطوا نسبة معاه مع الحمص. وفي ناس بيستعملوه يعني للبصارة، أكيد بتعرفوها البصارة الناشفة. طبعا شريت ترمس حلو. ما قدرتش اجيب المر بتضلك بتسلقيه، لما تسلقيه بتضلك تغير المية. لا استسهلت، قلت بجيب الترمس الحلو، مع انه المر مفيد اكتر من الحلو. بس هذا بسلقه وبغير ميته اول مرة وخلص، يعني على طول بتاكل، مصبرش عليه. شوفوا هلا انا ايش اشتريت. عندي اكيد بتستعملوا اللومي، عندي نوعيتين كأنه لومي هيك. المهم هي عندي هذا، عندي من قبل كمان لومي. هي عندي لومي هذا النوعية، وعندي هاي اشتريتها. اشتريت بهارات الكبسة، عندي خشنة بس حبيت جبت المرة هاي ناعمة. بهارات كبسة. اشتريت ماجي نباتي اللي هي البودرة، هذا عشان ما بحب القراص انا، من عند العطار يعني كلهم. وبهار دجاج شاورما، وعندي بهار للشاورما للحمة. جبت هاي وهاي، عندي جبت للدجاج وعندي للحمة. بستعملها يعني ما بتخلى من البيت. عندي جبت البصل الناعم، بودرة بصل. جوز الطيب استعمله للمقلوبة لأكل هيك عبوس، كتير كتير زاكي. وطبعا البهارات، هاي ال7 بهارات جبت.
انا بجيب هيك دائما كميات بسيطة عشان ما تروح ريحتها لما اديرها بالمرتبانات وضلها عندي منيحة. هذه النوعيات جبتها بفرغهم هلا بالعلب تبعتهم، بالعلب اللي عندي. جبت النوعية هاي من الرز، كثير بتعجبني هاي نوعية الرز. أسامة بسمتي هندي حبة طويلة، كتير كتير منيحة. أنا عندي من قبل كان مصطفى اللي عندي، المرة هاي لما رحت على المول لقيت هاي النوعية، هلا بفتحها بفرجيكم إياها. هاي كتير منيحة كمان، هاي النوعية كتير منيحة. هاي مندي أو مصطفى. الأسامة كمان نفس الإشي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. استعملوا للكبسة، للمندي، للبرياني، للمكبوس. شوفوا نفس تقريبا نفس الحبة هذه، نفسه يعني هم نفس بعض. هيا شوفوا هي هاد نفس الاشي، شايفين ما بفرق، نفس الاشي. فبستعمله بلاقيه منيح وطعمه زاكي في للرز وللأكل، فبحب بجيبه. واليوم إن شاء الله عشان تشوفوا إيش بدي أعمل طبخة. طبختنا اليوم هي السمك المقلي، إن شاء الله بتعجبكم طبختي. واللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واللي ما بوصلوا إشعار من عندي من القناة يا ريت يلغي الاشتراك ويعاود يضغط عليه عشان يوصلوا كل إشي جديد. حبايبي، واليوم طبختنا أكلتنا اليوم سمك الدنيس. طبعا الكل بيعرف كيف بالدنيس، وأنا منضفاه زي الفلة، قلبه زي الفلة. وحطيت طبعا في الكمون والليمون وشرشته بملح، احنا بنقول له شرشنا يعني نقعنا طبعا. وهلا بدي احطه، بس انا بحب كله هيك احط عليه الملح الطحين بعدين احطه في القلاية. واللي بده يشوف الفيديو كيف انا بنظف السمك وبعمله، في إلي فيديو خاص بس للسمك، كيف تنظيفه وكيف بقليه وكيف بشرشه وبنقعه وايش بحط عليه. الله يخليكم، اللي بحب يتفرج عليه يتفرج عليه عندي على القناة. ما حبيت اعيد نفس الاشي، خلص في إلي فيديو خاص للسمك ما بخليه كتير عليه طبعا عشان ما. وهلا بدي اقلي في هاي القلاية. طبعا حبايبي بكون الكل بيعرفوا شاطرين ما شاء الله عنكم، بكون الزيت حامي سقطه حطوا فيه. بحس هاي كتير منيحة السمك، هيك تقليه بتغطيه بضله حتى ريحته احلاها. تغطيه خلي نوع يعني مش قوية كتير تبقى عين الغاز، وسط عشان ما يطلع زي المسلوق، يبقى هيك زاكي طعمه. حبايبي وهيك انا قليت السمك وجهزته، وقليت معه بطاطا، وقليت البطاطا وعملت بقدونسية. اكيد الكل بيعرف البقدونسية. اللي بحب يشوفني كيف انا بعمل الطبخة هاي الاكلة هاي السمك كيف بعملها بطريقتي، كيف بنظف السمك وكيف بقليه وكيف بنقعه، انزلوا على الفيديوهات من تحت، في اول الفيديوهات في عندي طريقة عمايل السمك. شوفوا واحضروا الفيديو وقولوا لي بالتعليقات ايش رايكم بطريقتي بعمايل السمك، ان شاء الله بتعجبكم. بستحق اللايك اكيد، فضلا وليس امرا. حطوا لي لايك وشير واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان دائما يوصلكم كل شيء جديد، لانه في كتير ناس بيعلقوا بيبعتوا لي انه ما بيوصلهم الاشعار لما انا انزل فيديو جديد.